هاي everyone، اهلا يا جماعه، ازيكم عاملين ايه؟ welcome back to my channel. النهارده انا جايه اكلمكم على توبيك النجاح. اول حاجه، انا فكره الفيديو دي جات لي من فين؟ انا عايزاكم تاخدوا كده لحظه وتفكروا على حاجه. احنا دلوقتي بالظبط باقي 4 شهور بس عشان السنه اللي احنا فيها دي تخلص، فانا عايزاكم تاخدوا كده لحظه وتفكروا شويه على كل الفتره اللي فاتت. هل انتوا فعلا اشتغلتوا على الحاجات اللي انتوا قلتوا ان انتوا هتشتغلوا عليها؟ هل كان في حاجات انتوا شفتوها محتاجه تتحسن في حياتكم؟ هل انتوا كان في عادات عايزين تبداوا تستخدموها في حياتكم ولحد دلوقتي لسه ما بداتوش عليها، او بداتوها وبعد كده بطلتوها؟ هل في اهداف انتوا كنتوا حاطينها لنفسكم في اول السنه واصلا دلوقتي انتوا ناسيين الاهداف دي كانت ايه؟ فانا حسيت انه دلوقتي اكتر وقت مناسب ان احنا نبدا نشوف الفترة اللي فاتت دي كلها كانت ايه، ونفكر في الفترة اللي جاية دي كلها. فالنهاردة انا جمعت لكم كده شوية خطوات او شوية حاجات انتوا ممكن تستخدموها عشان تخلوا ال4 شهور اللي جايين دول لحد ما السنة تخلص احسن واحلى 4 شهور في حياتكم. الحاجة المهمة هنا يا جماعة ان احنا ساعات على طول بنشوف انه احنا عشان نبدأ بقى نجهز اهداف وحاجات زي كده لازم يكون مثلا في بداية كل سنة او حاجة، بس ده مش صح. انا عايزاكم تبصوا على ال4 شهور اللي جايين دول اكنها فترة تجهيز كده او فترة تخطيط، فترة تجهيز أو تخطيط للسنة الجديدة. عايزاكم دلوقتي من ال4 شهور دول تشوفوهم زي كأنهم كده بالظبط فترة لوحدهم وتشتغلوا فيهم على نفسكم على قد ما تقدروا. فلما السنة الجديدة بقى تبدأ اللي هي إن شاء الله 2025، انتوا اوريدي خلقتوا أحسن صورة من نفسكم، انتوا اوريدي بدأتوا تشتغلوا على أهداف وعلى عادات أحسن في حياتكم. فانتوا دلوقتي هتحسوا نفسكم جاهزين تبداوا سنه جديده. اول حاجه يا جماعه لازم تبداوا تسالوها لنفسكم. دلوقتي احنا كل واحد فينا في كليه مختلفه، بيشتغل شغل مختلف، كل واحد فينا حياته مختلفه. فعشان كده اول خطوه خالص انا عايزاكم تسالوها لنفسكم، ايه معنى النجاح بالنسبه لكم؟ وكل واحد فينا هيكون ليه اجابه مختلفه للسؤال ده. في شخص النجاح بالنسبه له ان هو مثلا يشتغل شغلانه معينه، في شخص ان هو يعمل كميه فلوس معينه، في شخص ان هو مثلا يكون شاطر جدا في هوايه معينه. تاني حاجه يا جماعه عايزاكم تحطوها في دماغكم، ودي حاجه انا سمعتها كتير جدا. في ناس كتيره بجد بتوقف نفسها ان هي تعمل حاجه معينه بس عشان سنها. في ناس مثلا بيكون عندهم هدف معين في دماغهم، بس على طول بيقعدوا يقولوا لنفسهم لا انا كده انا كبيره قوي على الهدف ده، او انا خلاص انا الحاجات دي مثلا كنت المفروض اعملها وانا مثلا في المدرسه، او الحاجات دي كنت المفروض اعملها وانا في اول مثلا العشرينات او حاجه. بس دي يا جماعه يعني مايند سيت غلط جدا. بجد السن الانسان ده اكنكم، انا عايزاكم اساسا تشوفوه اكنه مش موجود. اي شخص عنده هدف او حاجه في دماغه شايف انه السن بتاعه ده دلوقتي مش مناسب ان هو يبدا حاجه جديده او ان هو يبدا يشتغل على هدف جديد، يشوفه اكنه كده حاجه تمنعه يعمل الحاجه اللي هو عايز يعملها. مهما كان سن الانسان، اي شخص عنده هدف عايز يشتغل عليه، عنده شغف عايز يشتغل عليه، يشتغل عليه regardless هو سنه ايه. في ناس بتدخل كليه معينه وممكن بتقضي فيها خلينا نقول سنتين، وبعد كده بتلاحظ ان الكليه دي مش ليها. ودي ناس كتيره انا اعرفها كده، لاحظت في مثلا بعد سنتين الكليه دي مش ليها. هل بيقولوا مثلا لا انا كده كبيره قوي ان انا اسيب الكليه واروح اخش كليه جديده، او ان انا مش هضيع مثلا السنتين اللي في حياتي دول ضاعوا فمش هسيبهم واروح اخش كليه جديده؟ لا يا جماعه، اهم حاجه الانسان فعلا يروح ورا الحاجه اللي هو بيحبها. تالت حاجه دلوقتي من ان انا احسن حياتي، تاكلوا دلوقتي تاخدوا ورقه كده وتكتبوا فيها كل الاهداف اللي انتوا عايزين تعملوها في حياتكم. مش بس بتكلم على اهداف كبيره زي شغل او حاجه، طبعا دي حاجات تتكتب اكيد، وحاجات تانية برضو صغيرة. يعني مثلا شخص عايز يبدأ ياكل صحي اكتر، شخص عايز يبدأ ان هو يتمرن، شخص عايز يبدأ ان هو يشتغل اكتر على هواية معينة هو عايز يعملها. دي ليه علاقة قوي باول سؤال اللي هي معنى النجاح بالنسبة لكم. كل واحد على حسب معنى النجاح بتاعه هيكتب اهداف تخليه ان هو يحقق معنى النجاح ده بالنسبة له. الخطوة اللي بعد كده يا جماعة ان احنا نبدأ نشتغل. بصوا انا هقول لكم حاجة، في مجموعتين من الناس. في مجموعة من الناس هي بتقضي حياتها كلها بتخطط بس ما بتاخدش اي اكشن. هل هم بيشتغلوا على الحاجات اللي هم خططوها دي؟ لا. قابلتوا ناس قبل كده انتوا بتتكلموا معاهم وعندهم بجد افكار جميله قوي وعندهم اهداف حلوه قوي، بس كل مثلا ما يجوا تتكلموا معاهم بتلاحظوا ان هم ما بياخدوش اي اكشن، هم مش بيشتغلوا على الحاجات اللي هم حاطينها لنفسهم دي. تاني مجموعه من الناس اللي هم بيقولوا عليها حتى بالانجلش the doers يعني الناس اللي بتشتغل. الناس دي حطت لنفسها خطه، ومش بس حطت خطه وسابتها كده، لا هي اخدت الخطه دي واخدت الهدف ده وبدات تشتغل عليه. فالانسان ده لما انتوا مثلا تيجوا تقابلوه، انتوا كل ما تقابلوه انتوا مش بتلاقوه لسه في نفس المكان اللي هي في حته التخطيط دي، لا انتوا بتشوفوا الشخص ده اول حاجه اول مره قابلتوه كان بيخطط، تاني مره لقيتوه ان هو بدا ياخد اكشن، تالت مره لقيتوه ان هو بدا ينجح في الحاجه اللي هو بيعملها.
فاحنا عايزين نكون من المجموعه الناس دي اللي هم الدورز، او الناس اللي هم بيشتغلوا فعلا على الحاجات اللي هم قالوا هيعملوها. احنا ساعات بجد، ودي حاجات انا كنت فتره كده كنت باجي اول السنه بكتب لنفسي اهداف وبكتب لنفسي حاجات انا عايزه احققها. بعد كده باجي اخر السنه بفتح النوت بوك او الكراسه دي، بلاحظ ان انا ما عملتش اي حاجه من اللي انا كنت قايله هعمله. طب ازاي ابدا اخد خطوات عشان احقق الحاجه دي؟ يعني ما اديش نفسي اوبشن تاني غير ان انا اعملها. خلينا نقول مثلا واحد من الحاجات اللي هو عايز يبقى ناجح فيها ان هو يبقى يتحسن جدا في الرسم. هل هو هيكتب اول حاجه، هو هيكتب هدف على ورقه ان انا عايز اتحسن في الرسم وعايز مثلا ان انا اوصل للمستوى ده؟ الخطوه اللي بعديها هيعمل ايه؟ هيروح يجيب كالندر، هيروح يجيب كراسه عشان يخطط فيها، وهيكتب فيها ان انا كل اسبوع هعمل 3 رسومات مثلا. فهو دلوقتي حط لنفسه خطه وقسم الخطه دي لستبس، قسمها لخطوات فعلا عشان توصله للنجاح اللي هو عايز يوصل له. دلوقتي اوتوماتيكلي لما يجي اخر الشهر، هو كان هدفه في الاول ان هو يتحسن في الرسم، فطبعا لما يجي اخر الشهر هو كان كل اسبوع بيعمل 3 رسومات، في اخر الشهر هيجي طبعا هو اتحسن في الرسم. انا مثلا حاجه بجد جدا من الحاجات اللي انا باشنت جدا عليها وحاجات انا بحبها قوي، مش عارفه انا قلت الحاجه دي قبل كده ولا لا، بس انا في كليه الطب، فاحنا عندنا برضو حاجه ليها علاقه بالطب شويه، اللي هي التوعيه عن الصحه العامه. فانا بحب التوبيك دي قوي، وبحب انزل اتكلم مثلا على حاجات ممكن تحسن من صحه الانسان. فانا مش هقعد كده واستنى ان هي في مثلا فرص تجيلي ليها علاقه بالتوعيه عن صحه الانسان او بالتوعيه عن الصحه العامه. انا هنزل بنفسي وادور، هروح اسال مثلا دكاتره اكبر مني، هروح اسال اصحابي اللي اكبر مني اللي ممكن يكون عندهم فكره عن الموضوع ده، هروح اخد كورسز، هروح ادور اونلاين واعمل ريسيرش عن الموضوع ده. انا اللي لازم اخد اكشن، وانا اللي لازم اروح ادور بنفسي على الحاجات اللي انا عايزه احققها. انا مش هقعد كده واستنى الحاجات دي تجيلي من اي مكان كده. انا محتاجه ان انا ابدا اشتغل. ويا جماعه الشخص فعلا اللي بيسعى او الشخص اللي بيدور والشخص اللي بيشتغل هو اللي هيلاقي فعلا في الاخر. عارفه اقول الحاجه دي قد ايه؟ الانترنت بجد، يعني احنا دلوقتي عايشين في عصر فكره ان احنا نلاقي فرص وان احنا نلاقي opportunities بجد سهله جدا. يعني احنا معانا انترنت ومعانا سوشيال ميديا ومعانا حاجات كتيره بجد لو استخدمناها كويس هتوصلنا لاماكن كبيره جدا وهتخلينا وهتجيب لنا فرص كويسه قوي. احنا بس اللي لازم ندور ونستخدمها بطريقه كويسه. الخطوه اللي بعد كده يا جماعه، انتوا دلوقتي كتبتوا اهدافكم. الاهداف دي انتوا لازم تقسموها لحاجات او لستبس اصغر واصغر. هيكون الهدف كبير قوي والهدف فيج قوي، يعني الهدف مش واضح واحنا هنكون مستنيين ان احنا نحققه. لا يا جماعه، لازم الهدف ده يكون واضح جدا. هقول لكم اكزامبل. واحد عايز مثلا من الاهداف ان هو يبدا يقرا اكتر، هل هو هيكتب هدف انا عايز اقرا اكتر وبس كده؟ لا. لو فكره ان هو كتب الهدف مش واضحه خالص او بطريقه كبيره جدا ان انا عايز اقرا كتب اكتر، دي مش هتوصله او مش هتخلي مخه يقتنع انه دي حاجه احنا المفروض نشتغل عليها. فالشخص ده هيقسمها ازاي؟ يكتب لنفسه انا عايز اقرا اكتر، انا هقرا كتابين في الشهر، انا كل يوم مثلا هقرا 50 صفحه. فانا لازم اقسم الاهداف بتاعتي لخطوات اصغر واصغر انا ممكن احققها. فدي الخطوه اللي بعد كده. انتوا بعد ما كتبتوا الاهداف على ورقه، انتوا هتقسموا الاهداف دي لحاجات اصغر واصغر. بعد ما انتوا قسمتوها وكنتوا واضحين جدا على الاهداف بتاعتكم، هتبداوا فعلا ان انتوا تشتغلوا. طب هل كفايه بس ان انا اشتغل كده وخلاص؟ لا. انا باجي اخر الشهر. اخر الشهر بقى ده فتره الرفلكشن او فتره ان انا ابص على كل حاجه انا عملتها في الشهر اللي فات ده. هبص على الحاجات اللي انا، اول حاجه للاهداف اللي انا كنت حاطاها في اول الشهر، هبص على الحاجات اللي انا نفذتها، الحاجات اللي انا ما نفذتهاش، هبدا ان انا ارفلكت واشوف ايه الحاجات اللي ظبطت فعلا وايه الحاجات اللي انا نجحت فيها وايه الحاجات اللي انا لسه ما نجحتش فيها. لان طول ما احنا يا جماعه مش بنبص على نفسنا وعلى الحاجات اللي احنا عملناها واعيين وشايفين الاغلاط اللي احنا بنعملها، احنا مش هنتحسن. حطيتوا الاهداف قسمتوها لستاب صغيره، وكل حاجه هتيجوا اخر الشهر تبصوا على كل حاجه انتوا عملتوها وهل انتوا عملتوها فعلا ولا لا. انتوا دلوقتي لما بتشوفوا الاغلاط اللي انتوا بتعملوها دي، بتبقى الفرصه ان انتوا هتستخدموها عشان تتحسنوا للشهر الجاي. انتوا عرفتوا فين اغلاطكم، عرفتوا فين انتوا محتاجين تتحسنوا فين، فالشهر الجاي هيبقى احسن من الشهر اللي قبليه، والشهر ده هيبقى احسن واحسن من الشهور اللي قبليها and so on. الحاجه اللي بعد كده يا جماعه، ودي حاجه مهمه جدا وبجد فرقت معايا قوي، هي بالانجلش اسمها have a second brain. have a second brain يعني ايه؟ اكن بالظبط خلي عندكم مخ تاني. ده معناها ايه؟ معناها دلوقتي يا جماعه احنا بجد حياتنا بتبقى فيها كميه دوشه وفيها كميه ديتيلز وكميه تفاصيل كتيره جدا.
فطول ما احنا مش اخدين المعلومات دي كلها وحاطينها في مكان، احنا مخنا هنحس على طول ان احنا مشتتين، هنحس على طول ان احنا مش مركزين في حاجه. السكند برين ده ممكن يكون في شكل ابلكيشن مثلا على الموبايل، على اللابتوب او اي حاجه، ممكن يكون في شكل كراسه. هو مكان انتوا بتحطوا فيه كل حاجه في مخكم، انتوا بتحطوها في السكند برين ده. انا مثلا بالنسبه لي انا بستخدم حاجه على اللابتوب اسمها نوشن ده زي ابلكيشن كده. الابلكيشن ده انا بستخدمه بجد عشان اي تفاصيل اي حاجه في حياتي بحطها هناك. لو في اي حاجه ليها علاقه بالمذاكره بكتبها هناك، لو في اي حاجه ليها علاقه بمثلا يوتيوب، مثلا انا عايزه اعمل بلاننج لاي حاجه، لاي فيديوهات جايه بحطها هناك، لو في مثلا عيد ميلادات ناس مثلا انا مش عايزه انساها بحطها هناك، اي يا جماعه حاجه تيجي على الكتب اللي انا عايزه اقراها بحطها هناك، الافكار اللي انا عايزه انفذها بحطها هناك. فاي حاجه تيجي على بالي انا عارفه فين المكان اللي انا هحطها فيه، هحطها في السكند برين بتاعي، هحطها في المخ التاني بتاعي ده. فانا دلوقتي اكني بالظبط بفضي مخي عشان فعلا اركز بس على الحاجه اللي انا بعملها دلوقتي حالا. كمان دي حاجه حلوه قوي لان انا مش بكون خايفه ان انا انسى حاجه، لان انا عارفه انه اي حاجه انا هدور عليها انا هلاقيها في السكند برين بتاعي. شويه شويه هتبقى عاده انه اي حاجه تيجي على دماغكم هتحطوها في السكند برين. ممكن يا جماعه حتى تعملوها ابسط من كده، ممكن تستخدموا عارفين مثلا مايكروسوفت وورد او على اللابتوب او اي حاجه، استخدموهم عشان تخلوهم your second brain. فالطريقه اللي تريحكم خلوا عندكم مكان تحطوا فيه كل حاجه ليها علاقه بحياتكم. من احسن الحاجات انه الانسان يكون مخه كده كلير ويكون مركز ويكون فعلا عارف، او ان هو ما يحسش ان هو مشتت وديستراكتد بكل حاجه حواليه. اللي بعد كده يا جماعه، ودي بجد حاجه مهمه قوي، ابنوا لنفسكم روتينز في يومكم. حطوا لنفسكم روتين معين، والروتين ده اعملوه كل يوم. يعني مثلا الصبح حطوا لنفسكم حاجات في الروتين الصباحي بتاعكم، مثلا الحاجات دي انتوا هتعملوها كل يوم. الفكره من ان انتوا تعملوا روتين دي بتعلمكم ازاي تكونوا ديسيبليند، ازاي ان انتوا فعلا تنفذوا الحاجات اللي انتوا قلتوا هتنفذوها. والفكره يا جماعه ان انتوا لما تيجوا تعملوا روتين الصبح وروتين بالليل او وات ايفر الروتين بتاعكم شكله عامل ازاي، ده بيخليكم بجد تتحسنوا في كل حته تانية في حياتكم. الفكره في الروتين ان انتوا فعلا التزمتوا بحاجه معينه وبتعملوها كل يوم، دي بتخليكم تلتزموا ارياز التانية في حياتكم، بتخليكم فعلا تكونوا ان انتوا ناس ديسيبلين، تقدروا بجد تعتمدوا على نفسكم. جيبوا ورق، اكتبوا روتين صباحي، اكتبوا روتين في المساء او بالليل، وبجد ابداوا نفذوه. بجد ان انتوا تكون الحاجه بالنسبه لكم سهله. يعني اكتبوا انتوا هتصحوا الساعه كام، اكتبوا ايه الخطوات اللي انتوا هتعملوها الصبح، امتى الخطوات دي هتخلص عشان بقى تبداوا تشتغلوا على يومكم. خلي عندكم كده يوم منظم، يوم بجد انتوا بتصحوا كل يوم انتوا عارفين هتعملوا ايه، وانتوا عارفين ازاي يومكم هيبقى structured. حتى دلوقتي لو رحتوا مثلا شفتوا القصص بتاعت الناس الناجحه جدا في حياتها، هتلاقوا على طول ان كل حد فيهم عنده روتين معين بيلتزم بيه. مش الناس طبعا كلها مش الروتين بتاعها زي بعض، بس الفكره ان هو عنده روتين وعنده حاجه هو بيلتزم بيها. الحاجه الاخيره خالص يا جماعه، ودي زي درس كده مهم انا بجد عايزاكم تقتنعوا بيه وعايزاكم تفهموه كويس. في حاجه كده بالانجلش بتتقال اسمها go with the flow. go with the flow يعني ايه؟ يعني اي حاجه تحصل، يعني خلاص احنا هنمشي مع اللي بيحصل، اي حاجه بتحصل حوالينا احنا هنمشي معاها وهنشوف بعد كده الطريق هيودينا فين. دي يا جماعه اكتر حاجه غلط انتوا ممكن تعملوها. انتوا عارفين الفلو ده ايه؟ الفلو ده بالظبط اكنه كده كل حاجه تانية او حاجه اللي العالم كله بيعملها. انتوا دلوقتي اسالوا نفسكم سؤال، هل انا عايزه اكون شبه كل حد الناس بتعمله، عايزه اعمل زيهم، ولا انا عايزه اعمل حاجه مختلفه، ولا انا عايزه اوصل لاماكن مختلفه، ولا انا اهدافي والحاجات اللي انا عايزه احققها في حياتي مختلفه؟ فاسال نفسي السؤال ده. لو انتوا فعلا عايزين تعملوا زي ما الناس كلها بتعمل، خلاص كملوا على الباث ده وجو with the flow فعلا. بس لو انتوا عايزين مختلف، يبقى انتوا لازم تشتغلوا بطريقه مختلفه. if you want different then do different. عشان كده يا جماعه انا بجد عايزاكم كده تحطوا لنفسكم بلان وتحطوا لنفسكم خطه حتى لو هي مختلفه خالص عن اللي بقيه الناس بتعمله. فده اخر حاجه يا جماعه، ده كان فيديو صغير بس عشان بجد ان انا شويه احفزكم ان انتوا بجد تبداوا تشتغلوا على الاهداف بتاعتكم، وان انتوا تخلوا الاربع شهور اللي جايين دول انجح 4 شهور في حياتكم، وتكونوا وتحسوا نفسكم ان انتوا فعلا جاهزين لكل حاجه للسنه الجديده، وانتوا خلقتوا صوره من نفسكم تقدروا تعتمدوا عليها، وصوره تكونوا فخورين بيها قوي. وانا اصلا متاكده ان الناس فعلا اللي بتتفرج على الفيديوز بتاعتي هي ناس على طول عايزه تحسن من نفسها. فذاتس ات يا جماعه. اي هوب ان انتوا استفدتوا من الفيديو ده، وان انتوا اتعلمتوا حاجه، واشوفكم ان شاء الله في the next video. باي باي.